المرجع بتاعي عشان الكل عايز يرجع لتبديد الظلام وتنبيه النيام صفحه 27. في يوم عاشوراء ياتون بكلب يسمونه عمر، شوف اللي جاي، فينهلون عليه ضربا بالعصي ورجما بالحجاره حتى يموت ويقولوا قتلنا عمر. شوف اللي معايا، ومش كده بس، ثم ياتون بسخله، خلاص كده يعملوا ايه؟ يسمونها عائشه، ينهلون عليها ضرب وينتفون شعرها. اسمها ايه؟ بسخله؟ لا معنى سخله لا، اللي هي احنا بنسميها زي الحرباء وكده، حقيره هذه. أيوة. وينتفون شعرها، شوف اللي جاي، اللي احنا بنسميه عرسه او ما شابه في مصر يعني. وينتفون شعرها ويضربونها ضربا مبرحا بالاحذيه حتى تموت ويقولون قتلنا كذا الفجر والعياذ بالله جل وعلا. مش الامر كده بس، كما يحتفلون باليوم الذي قتل فيه الفاروق عمر، ويقولون قتله شجاع الدين ابو لؤلؤ. وانظر ضريحه وجيل عباس القم وغيره وغيره في الكنى والالقاب. وبعدين مش اكثر من كده، الاكثر من هذا ان هؤلاء يتشفون من اهل السنه حتى في الماء الذي يشرب بين الطرفين. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت ذكرت يا مولانا يعني قبل ذلك ان ابا بكر وعمر يصلبان على شجرة من أصل المهدي. نعم. في زمن المهدي. في زمن المهدي. يعني المهدي يعني المهدي المزعوم بتاعه. زمن المهدي المزعوم القائم بيجلد الاثنين كاثنين وبعدين بقى خلاص تنتهي. حتى جبت المصدر، جزاكم الله خيرا، فتح الله عليك يا مولانا. طب شيخنا زوج المتعة. هو هذا رجل زب يعني اتكلم في زوج المتعة كلام عجيب، يعني زب عنهم، يعني هم ما يقولوش هذا الكلام. بقول لو قرأتم فقههم لعذرتموه. وكان دليله فما استمتعتم في سورة النساء به منهن فآتوهن أجورهن. هذا العذر الأول له. وقال أنه عذر في تفسير الآية. والشيخ لو كان يفقه قليلا، يعني قليلا جدا، لما قال بهذا الكلام على الإطلاق، لأن سياق الآيات من أول والمحصنات من النساء تتحدث عن النكاح الشرعي، والقصد هنا فما استمتعتم به منهن، يعني القضية أن من نكح الواحدة لا بد وأن يؤتيها أجرها أي مهرها. بعدها فريضة. هو المهر الله يبارك فيه، ولذلك أي مهرهن أي فريضتهن. الفريضة هي المهر، وهذه افترضها الله للنساء، مش دي القضية بقى. طب حضرتك بعد ننتقل العذر الثاني اتصال إن شاء الله. طيب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت مداخلة مع الدكتور. تفضل الشيخ معاك، تفضل. بدي بس أنا أوضح بالنسبة لفضيلة الشيخ إنه باب براءة أم النبي من الربا بالنسبة للناس ما نعرف إحنا مين هي أم النبي. أول حاجة، أول سؤال. ثاني سؤال، عندك الإتقان في علوم القرآن، أنت اللي عم تتكلم الآن، أنت على التلفزيون أنا متابعك، أنا شيعي مقيم بالسعودية. الإتقان في علوم القرآن عندك وأنت تبع جلال الدين السيوطي، دكتور المفسر الكبير عندكم، الدكتور مش المفكر، مش مفكر، ده إمام عالم قديم. أوكي. جلال الدين السيوطي وكان من مصر من أسيوط. لو سمحت، جلال الدين السيوطي، دكتور جلال الدين السيوطي بيحكي بكل القرآن، كل آية بقى من ال 114 آية من أولها لآخرها كلها بيقول عدد آياتها كذا وكذا، زيادة أو نقصان دائما. عندك سورة الحفظ، سورة الخلع اللي هي موجودة مثبتة. أوضح لك حتى لا نضيع الوقت على المشاهدين. يعني شيعي أنا أوضح لك وأسأل الله لك الهداية والثبات. بالنسبة للإتقان في علوم القرآن، أولا ليس للدكتور ولا هو مفكر، لا هو دكتور، إنما جلال الدين السيوطي رحمه الله وكان من القاهرة، من أهل مصر، وتربى في القاهرة رغم أن أباه من أسيوط إلى آخره. الإمام العلامة جلال الدين السيوطي في الإتقان في علوم القرآن حينما أتى بالنسبة إلى الصور كان يأتي بالشرح بالنسبة للمكي والمدني، وبالنسبة للناسخ والمنسوخ، وبالنسبة للتأويل أيضا. ولما تحدث عن الناسخ والمنسوخ في كل سورة كان يقول هذه مثلا نسخ منها كذا، يتحدث فيه ما نسخ رسمه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وبقي رسمه، وما نسخ حكمه ورسمه. لكن الأخ يعني لم يستطع أن يفهم هذه القضية حتى أنه قال 114 آية، وهي القصد يعني يقصد 114 سورة إلى آخره. وأود أن أقول الأخ اقرأ بعين الإنصاف كتاب الإتقان في علوم القرآن بإذن الله، أسأل الله أن ينير بصيرته. ولو سكت الذين لا يعلمون لسقط الخلاف. نعم هذه حقيقة. تفضل. طيب. العذر الثاني يا مولانا بيقول ان ابن عمر قال على المنبر ان سيدنا علي طلع على المنبر، رسولنا عمر على المنبر قال متعتان كانتا على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنا عنهما، متعة النكاح ومتعة الحج. وخالفه علي رضي الله عنهما وقال ما كنت أدع أمرا فعلته مع رسول الله. كاتب بيستشهد بهذه الواقعة على فكرة على يعني تحليل زواج المتعة. على فكرة هو
نكاح المتعة محرم عندنا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع سلف الأمة، حتى أن ابن عباس لما لم يبلغه التحريم علي اشتد عليه وكاد أن يجلد ظهره وقال لولا كذا لجلدت ظهرك، يعني شدد عليه في ذلك. فكيف بعلي الذي أعلن أن نكاح المتعة محرم وفي خيبر أعلنها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنها صريحة إلى آخر هذه الأمور، فعلي والذي أمر المسلمين بالتحريم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعلي أن يحلل القضية؟ اتفضل. عشان برضه نوضح للمشاهدين والمشاهدات عقيدتهم في المتعة. في منهاج الصادقين لفتح الله الكاشاني صفحة 356 يقول عن الصادق: المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا، والذي ينكرها ينكر ديننا، مش كده بس، بل إنه يدين بغير ديننا. اللي ينكر المتعة ما يبقاش على الدين بتاعنا. يعني المتعة كل شيء يعني هي الدين عنده. هي الدين. بل استمع بقى أكثر من ذلك في الفروع وفي التهذيب وفي الاستبصار إلى آخره. قال لرجل سأله: تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات. الكلام فيه تناقض عجيب، شتان ما بين المستأجرة والتي تزوج، وقلت تزوج ثم قال مستأجرات، فكيف لي أن أقابل السواد بالبياض أو الحق بالباطل أو النور بالظلام؟ لا يجتمعان ولا يصدر هذا عن الصادق. مع زي كلام متناقض عجيب. مش كده وبس، لا احنا لما نيجي نقول ايه مثلا في شاشة شيعية وانا مسجلها عندي على CD، البنت بتتصل من العراق، أسأل الله أن يحفظ العراق وأن يعيد رأي أهل السنة، فقل له يا شيخ أنا واحد يعني نكحني نكاح متعة لمدة ساعة ونصف، يعني هو أجرني ساعة ونصف بس قعد معايا ساعتين وما اعطانيش الزيادة. قال اصبري أنت مأجورة مأجورة مأجورة. عجبك والله. على حسب القول. هذا أمي بك وأمي ضحك زي ما بنقول. على حسب القول الصادق. على حسب القول المتنيل بتاعهم ده. فالقضية الله يعزك الأكثر من ذلك أنه إذا حكمنا على من لم يقل بالمتعة بأنه ليس على الدين، إذا هم على دين ونحن على دين. لا حول ولا قوة. يعني هنقول لهم بقى لكم دينكم ولا دين؟ صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب المحور قبل الأخير مولانا، الشيخ بيقول في الكتاب بتاعه: الذي يصلي صلاتنا ويتجه إلى قبلتنا فهو مسلم. كيف ترد؟ أرد بثلاث نقاط سريعة أوي. الشيخ والله أسأل الله له الثبات، يعني وشفت مضحك دلوقتي ده من همي من المبكي. فبقول أولا صلاتهم أولا لا تخلو من المغالطات والمبطلات، لا تخلو من المغالطات والمبطلات، هذه واحدة. ثانيا عندهم الطينة التي ينزلون عليه، والمقصود بالطينة طينة ايه؟ قبر الحسين يا دكتور. قبر ايه؟ الحسين. يقولون في طين قبر الحسين الدواء، الله. وهو الدواء وهو الشفاء من كل داء، بل هو الدواء الأكبر. لا حول. شوف اللي جاي كمان يقولون وهو الأمان، يعني بعد ما كان دواء لو ليه ما عادش في طب، هو كان دواء ما عادش في طب. خلاص انت وقف، انت شغلانتك دي بلا ما تبقى استاذ طبيب، لا خلاص وقف. ويقولون وهو الامان كمان، يعني خلاص حته الشقفه اللي بحطها دي هي اللي هتدخلني الجنه. شوف كمان يقول لك ايه: ويقولون لان طينه الشيعي خلقت من غير طينه السني، فطينه الشيعي من طينه الجنه، وطينة السني إنما هي من الآثام والمعاصي والذنوب والفواحش وهي من جهنم. ولذلك يقولون بأن طينة الشيعي حينما تختلط بطينة السني، يعني دائما ما يلمس ده أو يصلي معاه، فإنما يضع من أوزاره على السني حتى يخرج بلا إيه؟ آثام أو ذنوب. يعني ما يجي يصلي معايا تقية مثلا كده ويصلي خلفي ورا الشيخ الزب مثلا، يبقى قاعد يحملني كده من خطاياه عشان أنا الفدا بتاعي يوم القيامة، وهو يخش إن شاء الله يدخل جهنم إذا بقي على ذلك. وأسأل الله له الهداية، أسأل الله له الهداية. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا. ولا أقسم بالله حريص في مواجهة هذا البحر الخضم العرمرم لآخذ بأيديهم إلى النجاة. ويا مولانا ومش كده بس، مبدأنا في هذه الحلقات هو النصح والتبيين حقيقة، وليس سوء الظن. حقيقة. يعني احنا هنقول يعني أبدا 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 أبدا، لأننا لا نحكم على عوامهم بالكفر على الإطلاق، بالعكس، بل في تعايش بيننا، رغم ما كده لابد يكون في تعايش. كملوا هذا ويقولون لم يتبقى ما إن شاء الله قبلتنا، يقولون قبلتنا ليست هي المقدمة وليست هي القبلة، بمعنى أن كربلاء عندهم أفضل من الكعبة، أن كربلاء عندهم أفضل من الكعبة، وذلك في البحار المجلد 10 صفحة 107 لمن أراد المراجعة. يقولون إن الله أوحى إلى الكعبة، ربنا أوحى إلى الكعبة: لولا تربة كربلاء ما فضلتك ولا خلقتك. شوف اللي جاي كمان كده، مش كده بس: ولولا من تضمه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. ما كنتش خلقت الكعبة دي خالص ولا البيت الحرام دي، ما كنتش أخلقه خالص. شو كده؟ فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا.
بقول الكعبة كوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا ولا مستكبر لأرض كربلاء. انت الذليلة، انت المهينة، انت اللي كده، بس المقدمة عندي أرض كربلاء، وإلا سخت بك